بتبتدي أحداث الفيلم مع بيث وهي في التاكسي، وبيسألها زين السواق هي دي أول مرة ليكي في كرواتيا؟ فبتقول له أيوة، وبعدها بيقف بالعربية وبيقول لها وصلنا للعنوان. فبتنزل من التاكسي، ولما بتيجي تحاسبه بيقول لها إن الحساب مدفوع بالفيزا، فبتشكره وبتديله إكرامية، وهو بيديها كارت فيه رقمه علشان لو احتاجت تروح مشوار بعد كده تتصل بيه. فبتاخد منه الكارت وبتشكره. وهنا بتنزل صاحبتها كيت وبتحضنها وبتقول لها أنا مش مصدقة إن أنت معايا هنا. ولما بتشكرها بيث علشان حاسبت لها على التاكسي، بتقول لها انها حاسبت من فيزا طليقها. وبيطلعوا للشقه اللي كيت مأجراها، واللي بتكون شقه فاخره جدا. وبتقدم بيث هديه لكيت عباره عن عقد من حجر العقيق الاسود اللي هي بتحبه. فبتشكرها وبتقول لها انا بحبك جدا، بس بيبقى واضح وهي بتحضنها ان في حاجه مضايقاها. وفي نفس اليوم بالليل بتتكلم بيث مع جوزها فيديو كول، وبتسلم على بنتها الصغيره استر اللي بتبقى قاعده جنب باباها روب. ولما بتاخد راي جوزها في الفستان اللي هي لابساه، بيقول لها اي حاجه هتبقى حلوه عليكي. وبتقرب منها كيت، ولما بتشوفها بتكلم جوزها بتسلم عليه. وبعدها بيقرروا يخرجوا، ولما بيبقوا نازلين من البيت بيقابلوا سبستيان صاحب العماره، فبيسلموا عليه وبيمشوا. وفي المطعم بيطلبوا اغلى انواع الاكل. ولما بتقول لها بيث مش كده هيبقى كتير عليكي، فبتقول لها انا مش دافعه حاجه من جيبي، انا بحاسب من الفيزا بتاعه طليقي لانه لسه ما وقفهاش لحد دلوقتي. فبتسالها بيث هو انت عامله ايه بعد الطلاق؟ وبتقول لها سامحيني ان انا ما كنتش جنبك. فبتقول لها كيت انا كويسه ومقدره ان انت كنت لسه مخلفه جديد وقتها، واهم حاجه ان انا قدرت اقنعك اخيرا ان احنا نقضي الاجازه دي مع بعض. بعدها بتسالها كيت هو انت عامله ايه مع جوزك؟ فبتقول لها عادي يعني، بس بقالنا سنه تقريبا عايشين مع بعض زي الاخوات. فبتقول لها كيت طب وليه ما طلقتيش لحد دلوقتي؟ فبتفهمها ان جوزها كويس جدا مع البنت، ودي اهم حاجه عندها. وبعد ما بيخلصوا الاكل بتشوف بيث كيت وهي بتتكلم في التليفون وبتكون متنرفزه، وبتعرف منها ان طريقها وقف الفيزا. فبتعرض عليها انها تدفع معاها ثمن الاكل، بس هي بترفض. لما بتقول لها طيب خلاص كفايه كده وتعالي نروح، بترفض برضه وبتقول لها لا وخلينا نكمل سهرتنا في حته تانية. وبعدها بيركبوا التاكسي مع زين وبيقفوا قدام نايت كلاب، وبيجي لكيت تليفون. فبتسال بيث زين هو انت من سوريا؟ فبيقول لها ايوه وجيت هنا لكرواتيا بعد الحرب. وبتنهي كيت المكالمه وبتنزل هي وصاحبتها من التاكسي، وبيدخلوا النايت كلاب وبيروحوا يقعدوا على البار. وبتشاور كيت لبيث على 2 قاعدين على ترابيزه قريبه منهم، وبتقول لها ايه رايك فيهم؟ فما بتديهاش فرصه ترد، وبتاخدها من ايديها وبتروح لهم يتعرفوا على بعض. وبتبقى بيث متحفظه، فبتقول لها صاحبتها فك شويه لان هي ليله واحده مع الشباب دول هتكسر الملل والروتين اللي في حياتك. وبيفضلوا بعدها يشربوا. وبتصحى بيث تاني يوم وهي مصدعه جدا ومش فاكره اي حاجه، وبتفضل تدور على صاحبتها لكنها مش بتلاقيها. وبتفتكر صوره مشوشه كده بتتخانق فيها مع كيت، ولما بتدخل المطبخ بتلاقي كاس مكسور وعليه دم، فبتحس بالخوف والقلق. فبتتصل بجوزها وبتقوله انها مش لاقيه كيت في الشقه. ولما بيسالها روب هو انتوا اتخانقتوا، فبتفتكر الذكرى المشوشه اللي في دماغها وبتقوله لا. فبيقول لها خلاص يمكن نزلت تشتري حاجه، ما تفضليش قاعده لوحدك انت في البيت وانزلي اتفسحي. فبتقول له ماشي. وبعدها بتنزل لسباستيان وبتساله على كيت، فبيقول لها ان هو ما شافهاش. وبيقول لها من شروط السكن عنده ان السكان ما يعملوش حفلات في شققهم. وبيقول لها كده صاحبتك مديونه ليا باجره الاتنين اللي باتوا عندكم. فكده بتعرف بيث انهم ما باتوش لوحدهم امبارح. ولما بتروح تبلغ البوليس بيسخر الضابط بافيتش منها، وبيقول لها اكيد صاحبتك خرجت مع اللي كنتوا بايتين معاهم امبارح وبعتك. فبتقول له طب انا عايزه اقدم بلاغ انها مفقوده. فبيقول لها ان لازم يعدي 24 ساعه على غيابها علشان تقدر تقدم بلاغ، فما بيسجلش بلاغها. ولما بتحاول محققه في الاسم انها تساعدها، بيقول لها بافيتش انها قدمت البلاغ ليا انا مش ليكي انت. فبتسيبهم وبتمشي. ولما بتطلع من الاسم بتتصل بزين وبتساله على اسم المكان اللي كانوا فيه امبارح، فبيقول لها على اسمه وبيوصلها هناك. ولما بتسال البارمان على صاحبتها بيقول لها انا معرفش عنها حاجه. وهنا بتتفاجئ ان زين واقف جنبها وبيتكلم مع البارمان بحده بلغه البلد اللي هي مش بتفهمها. وبعد ما بيخرجوا من المكان بيعرفها زين ان الولدين اللي كانوا معاهم امبارح بيتاجروا بالليله، وان هما بيعملوا كده مع سائحات كتير، وان البارمان ما يعرفش حاجه عنهم غير اساميهم ماتيو ولوكا. وبعدها بترجع بيث للبيت وبتسمع صوت في اوضه النوم، فبتجري عليها وبتبقى فاكراها صاحبتها، لكنها بتلاقيه سباستيان صاحب البيت وهو بيحضر لها شنطتها، وبيقول لها ان اخر يوم في ايجار الشقه النهارده، وانها لازم تمشي الساعه 11 لان المستاجرين الجداد جايين في الميعاد ده. فبتاخد هدومها منه وبتقول له ماشي وانا هحضر الشنطه. ولما بيعرف منها انها هتدور على اوتيل علشان تنزل فيه، فبيقول لها انا عندي اوضه ممكن اجرها لك. فبتوافق.
وتاني يوم بتقدر انها تلاقي صفحة ماتيو ولوكا على الفيسبوك، فبتتصل بزين وبتقوله انها لقيتهم. وبعدها بيتقابلوا هما الاتنين في كافيه، وبيقول لها زين انا اديتهم ميعاد هنا على اساس ان انا عاوزهم في حفلة، بس اول ما بيوصلوا وبيشوفوا بيث معاه بيجروا هما الاتنين، لكن زين بيجري ورا واحد منهم وبيقدر يمسكه وبيهدده ان هو هيرميه في البحر لو معرفش منه الحقيقة. فبيعرف منه ان هم قضوا الليلة معاهم في البيت ونزلوا من عندهم الساعة 3 الفجر، وان هم سرقوا شنطة كيت ورهنوها. فبيروح زين وبيث للمحل اللي هم رهنوا عنده الشنطة وبياخدوها منه هي والتليفون بتاعها، وبعدها بيوصلها زين للقسم وبيطلب منها انها ما تجيبش سيرته علشان ما يلغوش الفيزا بتاعته لانه ما عندوش مكان تاني يروحه. ولما بتدخل القسم بتتكلم مع المحققة وبتحكي لها كل اللي حصل، وبتقول لها ان شنطة صاحبتها براند وبتساوي 10,000 يورو، وبتطلب المحققة من الضابط ان هو يتحرى عن ماتيو ولوكا، وبتقول لبيث ان هم هيحولوها للطبيب الشرعي علشان يعرفوا اذا كان في دمها اثار مخدرات ولا لا. فبتوافق بيث وبتقول لها الدكتورة ان النتيجة هتطلع بعد 24 ساعة. وبعدها بتتصل بيث بطليق كيت وبتحكي له عن اختفائها، فبيقول لها ما تتخضيش، هي دايما بتحب تلفت الانتباه ليها، تلاقيها بس بتعمل فيكي مقلب. فبتقول له مستحيل كيت تعمل فيا كده. ولما بتساله ما قالتلكش اي حاجه في اخر مكالمه بينكم، فبيقول لها انها ما اتكلمتش معاه من شهور. فبتستغرب بيث وبتقول له ازاي هي مش كلمتك عشان الفيزا من يومين؟ فبيقول لها فيزا ايه؟ ولما بتروح البيت بعدها بتحط تليفون كيت على الشاحن وبتروح في النوم، ولما بتصحى بتحاول تفتح التليفون لكنها بتلاقيه ببصمة الوش فما بتعرفش تفتحه. ولما بتنزل بتلاقي زين مستنيها علشان يروحوا يدوروا عليها، فبيعرض عليها ان هما يتعشوا مع بعض. وفي نفس اللحظة بتتفاجئ بروب جوزها قدامها، فبتستغرب وبتقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ فبيقول لها مين ده؟ فبتفهمه ان ده زين السواق اللي بيساعدها في التدوير على كيت، وبيستأذن زين وبيمشي وبيسيبهم. فبتسأله هو انت سايب أستر مع مين؟ فبيقول لها انه سايبها مع امه وابوه. وبعدها بيتنرفز روب عليها وبيقول لها هو انت كنت هتتعشي مع السواق اللي ممكن يكون هو اللي خطف صاحبتك؟ فما بتقدرش تمسك نفسها من العياط، بس بعد كده هو بيعتذر لها. وتاني يوم بيجي لها اتصال من الشرطة وبيستدعوها للمشرحة، وبتلاقي جثة صاحبتها هناك، وبيفهمها الضابط بافيتش ان هم لقوها مرمية في البحر. فبتسألهم هو في حد رماها ولا في احتمال انها تكون وقعت لوحدها؟ فبيفهمها ان دي جريمة قتل. فبتعيط بانهيار من الصدمة. وتاني يوم بتصحى كيت بتلاقي روب قاعد على السرير وبيعرفها ان هو ما قدرش ينام وان هو مش قادر ينسى شكل كيت في المشرحة. ولما بيسألها هترجعي معايا؟ فبتقول له انها لازم تستنى علشان في اجراءات لازم تعملها. فبيقول لها تمام وانا هستناكي في البيت. وبيسافر روب. وبعدها بتطلب بيث من الضابط انها تشوف جثة صاحبتها مرة تانية علشان تودعها، وفعلا بتروح المشرحة وبتطلب من الضابط ان هو يسيبهم لوحدهم. واول ما بيخرج بتطلع تليفون صاحبتها من شنطتها وبتحطه قدام وشها، فبيتفتح التليفون. وبعدها بيدخل الضابط فبتخبي التليفون. وقبل ما بيخرجوا من المشرحة بتقوله انها عاوزة تدخل الحمام. ولما بتدخل الحمام وبتفتح التليفون بتكتشف الصدمة، وهي ان كيت كانت على علاقة بجوزها روب، وانها كانت بتطلب منه يسيب بيث ويبقى معاها، وانه كان في كرواتيا قبل كده وقضوا ليلة مع بعض. فطبعا بتنهار بيث من اللي عرفته. وبعدها بتروح مع الضابط القسم وبتعرف من المحققة ان نتيجة تحليل دمها هي وكيت بتقول ان في اثار لمواد مخدرة. وكمان المحققة بتأكد لها ان الولدين اللي كانوا معاهم اثبتوا مكان تواجدهم وقت ارتكاب الجريمة، وان في ناس في النايت كلاب شهدوا ان في خناقة حصلت بينها وبين صاحبتها هناك. فبتقول لهم لا احنا كنا بنتناقش بصوت عالي بس. ولما بتسألها المحققة انت متأكدة انك مش مخبية عننا حاجة؟ فبتفتكر المحادثات اللي شافتها لكنها بتقول لها لا انا مش مخبية حاجة. وبعدها بيوصلها الضابط للبيت وبياخد منها الباسبور بتاعها وبيقول لها مفيش سفر لحد ما تتحل القضية دي. وبعدها بتتصل بيث بطريق صاحبتها وبتقول له انت كنت عارف انها كانت على علاقة بجوزي؟ فبيقول لها ايوه بس انا خفت اقولك لان انت كنت حامل وقربتي تخلفي. وبعد كده بتقابل كيت زين في مطعم وبتحكي له على كل حاجة. فبيقول لها انت شاكة ان روب يكون هو اللي قتلها؟ فبتقول له لا. فبيطلب منها انها تبطل ثقة في الناس ولازم تمشي ورا احساسها. وبعدها بيتكلموا شوية عن مراته في سوريا واللي كانت دكتورة وماتت في القصف لانه اتأخر على الميعاد اللي كان المفروض يروح لها فيه علشان يروحها. فبتقول له بيث انت مالكش ذنب في موتها وده قدرها. وبعدها بتتصل بروب وبتقول له انها عرفت كل حاجة عن العلاقة اللي كانت بينه وبين صاحبتها. فبيحاول ان هو يعتذر لها لكن هي بتقفل السكة في وشه. وبعدها بتتفاجئ بالشرطة بتقتحم اوضتها وبتوجه لها اتهام بقتل كيت لانها اكتشفت انها كانت على علاقة بجوزها فقتلتها علشان تنتقم منها. وطبعا مش بتكون عارفة هم عرفوا المعلومة دي ازاي. ولما بتروح معاهم القسم بيسألوها عن علاقتها بزكريا اللي هو زين، واللي بتعرف منهم ان هو متورط مع عصابة مافيا ألبانية في جرايم كتير منها الاتجار بالنساء.
فبتقول لهم ان هو كان بيساعدها علشان تعرف مكان صاحبتها، وبعدها بتقول لهم انها عايزه محاميه، ولما بتيجي المحاميه بتقدر انها تطلعها من الاسم، وبتطلب منها المحاميه انها ما تتكلمش معاهم تاني الا في وجودها. ولما بتروح البيت بتلاقي زين مستنيها هناك، ولما بتساله انت دخلت هنا ازاي فبيقول لها ان سبيستيان دخله. ولما بتواجهه باللي عرفته عنه بيقول لها انه انقذ ابن زعيم المافيا الالبانيه من شظيه دخلت في رجله وهو في سوريا، فابوه ساعده وجاب له تاشيره من حلب لتركيا ومن تركيا لهنا، لكن هو ملوش اي علاقه بيهم. فبتقول له انا ما بقتش عارفه اصدق مين، فبيقول لها قلبك دليلك. وبعدها بتكتشف بيث وجود كاميرا تصوير في اوضتها، فبتستغرب وبتقرر انها تسرق مفاتيح اوضه الاستوديو اللي بيسجل فيه سبيستيان الموسيقى بتاعته. ولما بتدخل بتلاقيه حاطط كاميرات في كل شقق العماره وبيتفرج على السكان. ولما بترجع بالتسجيلات ليوم الحادثه بتلاقي ان الولدين سرقوا شنطه كيت، بس بعدها هي نزلت وركبت تاكسي ومشيت وراهم، فبتاخد بيث رقم التاكسي. وبعدها بتلاقي كيت نازله من عربيه تانية عليها شعار مميز قدام العماره، وهنا بيوصل سبيستيان فبتقول له يبقى انت اللي بلغت عن اكتشافي لعلاقه جوزي بكيت، وده لانه سمعها وهي بتكلم طليق كيت في التليفون. فطبعا بتتخانق معاه وبعدها بتهرب منه. ولما بتنزل بتخبط زين بدراعها غصب عنها لانها بتكون فاكراها سبيستيان، فبتعتذر له، بس بيقول لها انها ضربه بسيطه وبيعرفها اماكن الضربات اللي ممكن تضر بيها اللي قدامها، وبعدها بتركب معاه. ولما بيكشف لها زين عن نمرة العربية اللي كانت راكباها كيت بيقدروا ان هم يوصلوا للسواق، وبيقول لهم السواق ان كيت طلبت منه ان هو يمشي ورا عربية اللي سرقوها لكنهم هربوا منهم. وبعد كده بيقول لها ان انا وصلتها للشرطة. وفي نفس الوقت بيظهر على التلفزيون صورة بيث على انها مشتبه فيها في جريمة قتل، فبتوصل عربيات الشرطة وبينزل بافيتش من عربية منهم، فبتلاقي بيث عليها نفس الشعار اللي شافته في الكاميرا على العربية اللي وصلت كيت، وبتفتكر ان بافيتش رفض ان هو يسجل الشكوى بتاعتها لما كانت بتبلغ عن اختفاء صاحبتها، وده نفس اللي عمله مع كيت لما بلغت عن سرقة شنطتها لما راحت له القسم، علشان كده البلاغ ما ظهرش ليها لما بلغت عن اختفائها بعد كده. وهنا بتهرب هي وزين من الشرطة وبيطاردهم الضباط واللي بيكون من ضمنهم بافيتش والمحققة، وبتمسك المحققة زين فبيحكي لها على كل حاجة، اما بافيتش فبيفضل يطارد بيث، وفي النهاية بيقع من مكان مرتفع وبيموت قدام المحققة. وبعدها بتقول لها المحققة ان بافيتش اتقدم فيه بلاغات قبل كده انه بيتحرش بالمتهمات في قضايا الاداب، لكن محدش قدر يثبت عليه حاجة، وانهم من مراجعة الكاميرات شافوه من ظهره وهو بيزقها في البحر. وتقرير الطب الشرعي بيقول انها اتخبطت على راسها قبل ما تموت لكنها ما ماتتش من الخبطة وماتت غرقانة. وبعدها بترجع بيث لبلدها لكنها بتكون انفصلت عن روب، ولما بتروح توديله البنت بتطلب منه مفتاح العربية الاحتياطي بتاعها اللي لسه معاه، وبتتفاجئ لما بتلاقي حجر عقيق اسود من اللي كان في سلسلة كيت اللي هي كانت جايبها لها هدية موجود في جيبه. فبتدخل الحمام وبتطلب المحققة لكن روب بيخبط عليها، فبتخرج من الحمام وبتسيب الخط مفتوح. ولما بتواجه روب بيقول لها انه سافر علشان يقنعها تسيبه في حاله وما تقولكيش حاجة، وبنعرف ان اللي حصل كان العكس، لان هو اللي كان عاوز كيت تكمل معاه وهي اللي كانت بتقوله ان اللي حصل ما بينهم ده كان غلطة، وانها بتحب بيث ومش عارفة هي عملت كده ازاي، وانها قررت تقولها على كل حاجة. فبيزقها غصب عنه فبتتخبط في صخرة على شط البحر وبتقع في الميه، وبيقول لها ان الموضوع كله كان حادثه، لكن هي بتقول له انها شافت تقرير الطب الشرعي واللي بيقول انها ماتت من الغرق، يعني هي كانت لسه عايشه وهو سابها تغرق. ولما بيقول لها ما تبلغيش الشرطه، كده كده الضابط مات والقضيه اتقفلت واحنا عندنا بنت وعايزه تتربى، فبتقول له ان ابوها قاتل وان احسن لها تعيش من غير اب على انها تعيش معاه. ولما بتطلع التليفون بياخده منها وبيقول لها انت عايزه تبلغي عني، فبتقول له انا خلاص بلغت عنك. وبيسمع صوت المحققه وهي بتقول لها انها سمعت كل حاجه والبوليس جاي في الطريق، فبيحاول ان هو يضربها لكنها بتضربه زي ما علمها زين. وبعدها بتاخد بنتها وبتنزل من الشقه وعربيات البوليس بتوصل قدام البيت والفيلم بيخلص. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناتي.